الكيكه الاسفنجيه اليوميه اللي بنشرب بها الشاي بتاكلها كده، بتبقى هشه وبتبقى مرتفعه. عايزه الكيكه تبقى هشه، ما تولعيش الفرن من قبلها بفتره طويله. يعني حتى وانت بتشتغلي فيها في نص الشغل كده ولعي الفرن، ما تطلعيش من قبلها والفرن يبقى ناره حامي. معايا الصينيه مقاس 22، 3 بيضات وكيسين فانيليا عليهم، وتلات ارباع كوبايه زيت، وكوبايه لبن، وكوبايه سكر. انت بتحطي المكونات بتبقى ازيد من نص الصينيه علشان خاطر بقيه الصينيه تبقى الكيكه مرتفعه فيها. بعد كده معايا نص كيس كيك شيف او بيكنج باودر، وحاجه بسيطه من الخميره الفوريه. الخميره الفوريه بتساعد ان الكيكه ما تهبطش، بتبقى هشه. انت هتضربي كل المكونات في الخلاط، اهم حاجه المرحله وانت بتضربي المكونات السائله في الخلاط. وبعد كده اضربيهم كويس جدا علشان خاطر هو ده اللي هيساعد في ارتفاع الكيكه، والكيكه تبقى هشه. وبعد كده تحطي الدقيق، لو دقيق من متعدد الاغراض حط معلقتين نشا عليه. الدقيق متخصص للكيكه مش هتحط معلقتين نشا ولا حاجه عليه. الكيكة عايزة، انت شايفة قدام منك انت حاطة كوبايتين دقيق، بس ممكن تحتاجي حاجة بسيطة او ما تحتاجيش. الكيكة تبقى في الوسط، لا هي سايلة ولا هي جامدة، عشان خاطر تبقى طالعة حلوة من الفرن. اهم حاجة في الكيكة الفرن. انا دهنا الصينية سمنة، وهصب الكيكة فيها، هخبطها خبطة كده على الرخامة، وبعد كده هحطها في الفرن في الرف الاوسط. عايزه تزينها باي حاجه زينيها، مش عايزه تزينها براحتك، دي حاجه ترجع لك. حطها في الرف الاوسط، بتاخد لها 3 ارباع ساعه في الفرن، وكل فرن وحسب الحراره بتاعته. ممكن تاخد نص ساعه، ممكن تاخد ساعه، ساعه ل10 دقايق، يعني مش كل فرن زي بعضها. دي كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.